عمري ما كنت اتخيل اني اعمل اكله زي دي، او حتى ان هم يحبوها بالطريقه دي وتتنسف عن اخرها. وكل ده بشويه رمان. زي ما انت شايفه هتجيبي الرمان وتطحنيه بالمنظر ده تقريبا نص كوبايه من حبوب الرمان. هنركنها على جنب. وهجيب ميه. الميه زي ما انتوا شايفين سخنه. هحط عليها فصين حبهان وورقتين لوري، وهسلق بطاطسيتين متوسطين الحجم. هسيبهم بقى يغلوا على النار، ونجيب الرمان بتاعنا. وهي بقى بتتسلق البطاطس هبتدي احط التوابل بتاعتي: معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من البابريكا والشطه. حطي كمان كزبره مفرومه تقريبا يعني ربع كوبايه، قرن فلفل شطه وقطعيه صغير، وشويه ملح تقريبا معلقتين صغيرين ملح، ان البطاطس بتمتص ملح كتير. حطي معلقه متوسطه من حبوب البركه، والمفروض تحطي نعناع فريش، بس انا ما كانش عندي فحطيت نعناع مجفف. وكمان على فكره المفروض ما تحطيش الرمان نفسه، المفروض تحطي حاجه اسمها رمان مجفف، بس انا ما كانش عندي. قلت طب ايه المشكله يعني اما استخدم الرمان الفريش؟ هاتي الرمان الفريش وطحنيه كده شويه ونشوف الوصفه هتبقى عامله ازاي. وبصراحه كانت رهيبه. ادي البطاطس بعد ما اتسلقت صفيتها من الميه، وبدات زي ما انتم شايفين اهرس فيها. هحط بقى، المفروض احط على المقدار ده، انا نسيت حاجه مهمه جدا وهقول لكم انا لاحظت ازاي. المفروض المقدار ده احط عليه 3 معالق كبار نشا. انا حطيت معلقتين والدنيا ظبطت معايا وانا بعجن. قاعده اقول يا ربي مع انها كانت بتظبط ب3 معالق. اتاريني بقى نسيت احط البصل. فبتحطي بصلايه صغيره مفرومه ناعم، وتبتدي انك تعجنيها كده مع الحاجات. طبعا لما حطيت البصلايه بدات العجينه تبقى مميميه شويه، فحطيت معلقه ثالثه من النشا. وفي الوصفه الاصليه بتحطي دقيق رز بدل النشا. فطبعا دقيق الرز احنا عارفين ان نشوياته عاليه، فانا استبدلته بالنشا عشان الوصفه تبقى في متناول الجميع. بتشكليها بالمنظر ده، وفي معلقه زيت معاها معلقه من السمنه البلدي، لان الوصفه دي شويه بتمتص الماده الدهنيه. فعشان هي بتمتص الماده الدهنيه يستحسن نستخدم نوع زيت كويس او نوع دهون كويسه. ومفيش احسن طبعا من السمنه البلدي. سبتها بقى تاخد زي ما انتوا شايفين كده وش من تحت. اول ما بدات تلون، ما تقلبيهاش بقى كل شويه، اول ما بدات تاخد لون من تحت هبتدي اقلبها. تعالوا شوفوا منظرها كده وانا بقلبها. بالظبط كده. شويه بقى وهعمل المجموعه التانية وهكذا. ايه رايكم بقى؟ جرنشوها بشويه من الكزبره وشويه من حبوب الرمان، وتعالوا نشوف شكلها. والله العظيم طعمها رهيب. والرمان كده بيقرش قرشه كده وانتي بتاكليها، تحفه جدا. جربوها وهتعجبكم. الوصفه دي من مطبخ الباكستاني واسمها الو تيكي. بجد تحفة جدا، وانا متأكدة انها هتعجبكم. الف هنا وشفا عليكم، ومع السلامة.